بداية الوضوء أن يقول الإنسان بسم الله بسم الله، وهذا عند ذكرك للتسمية واجب أن تقول بسم الله، هذا أمر واجب. لكن إذا نسيت البسملة لا حرج عليك. طيب ذكرتها وأنا أتوضأ أغسل وجهي أقول بسم الله، ما أعيد زين. قول بسم الله ثم أبدأ بالسواك، السواك قبل الوضوء أو عند الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم، أو عند المضمضة بعد غسل اليد. لكن لو ابتدأت هكذا حتى يتهيأ ما كان موجود من علائق وعوالق في الثب أن تخرج. بعد ذلك يبدأ الإنسان بغسل يديه، وغسل اليدين بداية الوضوء سنة، ومع المرفقين فرض. أبدأ فأقول هكذا، لا خليك تحت. بسم الله، هذا هو الغسل، غسل اليدين، هذا الفرض الأول، هذا سنة في بداية الوضوء. لكن بعضنا طب لو بديت تمضمض على طول، بديت المويه قليلة وبديت أتمضمض، جائز؟ نعم جائز. ليه؟ طيب اليدين هذه سأغسلها مع المرفقين. غسلنا اليد، أبدأ بعد ذلك بالمضمضة والاستنشاق. والسنة في المضمضة والاستنشاق غرفة واحدة أقسمها بين فمي وأنفي، يعني ثم أردها إلى الأنف ثم أستنثر. ناخذ هكذا غرفة واحدة ثم أستنثر باليسار، نصفها بغرفة، نصفها الآن راح في فمي والثانية ثم أستنثر باليسار ثلاثا، ويجوز أن تكون واحدة. بعض الناس ما يدير الماء، يدخل المويه ويمجه يطلعه، هذا خطأ. لا بد من إدارة الماء، مضمضة صوت. والاستنشاق بعضهم يضعه هكذا يلمس أنفه، هذا خطأ. لا بد تأخذ الماء بقوة، استنشاق ثم استنثار بقوة، وخاصة في صلاة الفجر، خاصة في صلاة الفجر الاستنثار، لأن الشيطان يبات على خيشوم الإنسان. انتهينا، غرفة واحدة. ويجوز الإنسان غرفة كذا ثم يمرد، ثم يأخذ غرفة ثانية، ثم يستنشق بقوة ويستنثر بقوة. بعد ذلك نأتي إلى الوجه. ولاحظوا الخطأ في الوجه، بعضهم يأخذ كذا ثم يقول مثل أو بعضهم يأخذ الماء كذا ثم يكب الماء ويقول كذا، هذا صار مسح، هذا مو بغسل. غسل الوجه